هي ليه الناس بقت بتاكل في بعض كده وما بقاش في رحمة؟ للأسف ما بقاش في رحمة بسبب غياب حاجتين اتنين عن الإنسان للأسف. يعني رقم واحد يعني الخوف من ربنا، إلا ما رحم ربي. الناس ما بقتش تخاف يا إخوانا من ربنا، والناس بقت بتاكل بعض على إن خلاص إن الحياة دي مخلدة، خالدين مخلدين فيها إلى قيام الساعة. رقم اتنين إن الضمير نايم. ما تستغربش لما تلاقي واحد قلبه قاسي، ما تستغربش لما تلاقي واحد جاحد تلاقيه قاعد قدامك ولا حاسس بأي حاجة. ربنا ذكر عن أقوام في القرآن وهو العليم الحكيم، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أنت متخيل؟ أو أشد قسوة، يعني في قلوب أصلا أشد من الحجارة. دي حقيقة والله. بل هناك أصلا من البشرية إنسان أخطر على البشرية أصلا من الجن والشياطين اللي موجود معانا. يا راجل انت لو جالك جن ولا شيطان بتستعذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص بيجري، لكن في شياطين الانس اللي قاعدين معاك ليل ونهار دول ما بيتحركوش، قلوبهم ميتة والعياذ بالله. ده رقم واحد. رقم اتنين، القسوة دي مرض، ومرض معدي والعياذ بالله. اوعى تجالس قساة القلوب، اعوذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن في سورة الزمر فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وذلك تلاقيه بيصلي قلبه ما بيحسش، يوم يقيم الليل ما بيحسش، يوم يصلي الفجر ما بيحسش، يذكر ربنا ما بيحسش، قلبه ميت والعياذ بالله. وهو في الحقيقة غافل عن سبب قسوة قلبي. سبب قسوة قلبي هو قسوتي مع الناس أولا بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. في كلمة جميلة أوي للدكتور مصطفى محمود بيقول إيه في كتاب ليه اسمه لغز الحياة، بيقول للأسف إن القسوة دي مرض. القاسي ده إنسان مريض، والمرض ده عدوى. وإذا دخلت القسوة من باب طارت الرحمة من الشباك. هو بيقول كده، يعني بيتكلم بالعامية. وبتتحول الحياة لغابة يتآكل فيها الناس، لا الناس بتاكل في بعض. ونسي هذا المسكين أن النبي الأمين قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن.